تانية بعد ما تألقنا في حلقة نصايح الجولة الأولى وتوقعنا ريتشارلسون وقدوس وجونسون، وتقريبا يعني توقعنا كل اللاعبين كلهم عملوا تقريبا مساهمات. فأنا الحلقة دي بإذن الله هحاول أكرر لك نصايح الجولة الأولى، وإن شاء الله نتوقع لاعبين كتير. وأنت اللي عليك بقى اللي أنت تعمل لايك، وأنا الفيديو ده هقول لك على كل الترشيحات وأهم اللاعبين من كل ماتش. فيلا، اول ماتش هو ماتش تشيلسي وست هام. الماتش ده هيكون يوم الجمعه، فاعمل تشكيلتك قبل ما الضلاي نقفل. فاهم اللاعبين من ماتش تشيلسي وست هام، اهم لاعب من تشيلسي برضه هو لازم نصبر عليه هو بالمر. هو ما عملش حاجه قدام كريستال بالاس وكان بعيد جدا عن الجون، بس انت لو معاك بالمر ما تبيعوش، انا شايف كده بصراحه. ولو معاكش ما تشتروش، انا شايف انت اصبر على بالمر في فريتك. ولو عايز تجيب سانشيز، انا شايف سانشيز هيبقى خيار كويس جدا مع ضعف هجوم وست هام. ساندرلاند كسبهم 3-0، انا شايف انت لازم تجيب سانشيز. ولو عايز تجيب حد في الدفاع فلازم تجيب تشالوبا، انا شايف ان تشالوبا عنصر كويس جدا لو مش عايز تجيب كوكوريلا. وفي خط الوسط لو عايز تجيب حد فممكن تجيب بيدرو نيتو، ودول اهم لاعبين من تشيلسي. ولو عايز تجيب حد من وست هام فممكن يعني تجيب بوين، عشان هو تقريبا هو نجمهم الوحيد. وتاني ماتش هو ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام. الماتش ده هيبقى بصراحة ماتش كويس جدا. فأهم لاعبين من مانشستر سيتي أكيد هو أول واحد هالاند، اللي أنا قلت لك ما في الفيديو اللي فات مفيش فانتزي من غير هالاند، وأكيد هالاند جاب جونين قدام ويلز، فهالاند لازم يكون معاك. لو عايز تجيب عنصر رخيص فلازم تجيب رايندرز، بس أنا متوقع إن رايندرز مش هيعمل مساهمات زي ماتش ويلفز علشان ده ماتش توتنهام، وتوتنهام يعني فلازم رايندرز يرجع ورا شوية للدفاع. فانا بقول لك يعني فبرضه لازم تجيب رايندرز. وتالت لاعب لو عايز تجيب حد من السيتي هو ممكن ايت نوري، انا شايف الايت نوري كويس جدا ولعب الماتش اللي فات كويس جدا وجاب ب9 نقاط، ودي حاجه كويسه جدا. ولو عايز تجيب عنصر في الهجومي فبصراحه انا ببعد جدا عن مرموش، هو مش ضامن مكانه في التشكيله الاساسيه. فلو عايز تجيب حد فممكن تجيب ريان شرقي، هو ده افضل لاعبين من السيتي. ولو عايز تجيب حد من توتنهام فممكن تجيب يعني يا اما ريتشارلسون يا قدوس. وانا بتوقع الماتش ده يخلص بنتيجه حلوه للسيتي بس مش بالكلين شيت. وتالت ماتش معانا هو ماتش بورموس وفولهام. انا شايف الماتش ده كويس جدا ان انت تجيب فيه عناصر من بورموس. فاهم العناصر من بورموس اكيد زي ما توقعنا الحلقه اللي فاتت هو سيمينيو، انا شايف ان سيمينيو كويس جدا وممكن يكون كابتنه ديفرنشال جدا. ولو عايز تجيب حد منهم كمان فممكن تجيب ايفانيلسون، برضو مهاجم كويس جدا وعمل فرص قدام ليفربول. ولو عايز تجيب حد من خط الدفاع فلازم تجيب الظهير ده، انا شايف ان الظهير ده بصراحه كويس جدا وبيتقدم وعمل مساهمات وفاهمه وشفناه بيتقدم كتير جدا في ماتش ليفربول. ودول اهم لاعبين من بورموس. فلا عايز تجيب حد من ويلفز فممكن عنصر ديفرنشال جدا هو ستارد لارسن، انا شايف هو مهاجمهم الاساسي وكمان قدام السيتي عمل فرص كبيره جدا. وانا شايف انت لو عايز تجيب حد من ويلفز فممكن تجيب ستارد لارسن. وانا متوقع الماتش ده هيكسبه هو بورموس وبتحقيق الكلين شيت. ونيجي الديربي التشامبيون شيب بين ساندرلاند وبيرلي. انا شايف الماتش ده هيكون كويس جدا، انت تجيب منه عناصر من ساندرلاند بعد ما شفناهم اتألقوا جدا في ماتش ويست هام. واهم لاعبين من ساندرلاند هو حارسهم، انا شايف روفس حارس كويس جدا ممكن يطلع بكلين شيت ضد فرقه دفاعيه زي بيرلي، انا شايف هو عنصر كويس جدا في الحراسه. فلو عايز تجيب حد في الدفاع فعندك رينالدو ب4 مليون كويس جدا. ولو عايز تجيب حد في الوسط فلازم تجيب ادنجر عمل اسيست في الماتش اللي فات وكويس جدا. ولو عايز تجيب حد في خط الهجوم فلازم تجيب المهاجم الاسمراني ده، مهاجم كويس جدا وممكن يعمل حاجه قدام بيرلي. لو عايز تجيب حد من بيرلي فممكن تجيب اكتر لاعب عندهم هو مهاجمهم فوستر. وانا متوقع الماتش ده هيخلص لصالح ساندرلاند وبتحقيق الكلين شيت. والماتش اللي بعد كده هيكون ماتش استون فيلا وبرينفورد. انا بقول لك انت لازم تصبر على واتكنز وروجرز، هما بصراحه بعد ما يعني ما جابوش حاجه في الجوله الاولى وانت زعلت جدا عليهم. فانا بقول لك بقى اللي واتكنز وروجرز هيعملوا حاجه في الماتش ده علشان دفاع برينفورد المهزوز جدا. وكمان ممكن واتكنز يكون كابتنه ديفرنشال جدا. وانا شايف الاهم لاعبين من وست هام من استون فيلا هو ممكن يكون روجرز وواتكنز. ولو عايز تجيب حد في فانا بقول لك على مادي كاش وهاته على ضمانتي في فرقتك. وانا شايف ان استون فيلا هيكسب الماتش ده. ولو عايز تجيب حد من برينفورد فاختار لاعب عندهم هو تياجو، هو مهاجمهم اللي سجل جول في الماتش اللي فات من ضربه الجزاء. وانا بتوقع الماتش ده هيخلص لصالح استون فيلا بس مش بتحقيق الكلين شيت.
ونيجي بقى على ماتش ارسنال وليدز، الماتش اللي ممكن يعليك جدا في ترتيب، ممكن يقللك. فاهم العناصر من ارسنال هو في الحراسه اكيد لازم تجيب رايه، وفي خط الدفاع يا اما تجيب جابريال يا اما سليبه او تجيب الاثنين. ولو عايز تجيب حد في الوسط فاكيد لازم تجيب بوكايو ساكا، ممكن يقرب جدا من الجول، ممكن يعمل حاجه كمان، ممكن يكون عنصر كابتن. ونيجي بقى على جيوكريس اللي خزوانه جدا في الجوله الاولى وطلع بلانك. انا شايف اللي جيوكريس انت لازم تصبر عليه، عنده ماتش يعني سهل جدا وممكن يعمل حاجات، وهو اللي معاه ضربات الجزاء. وانا شايف انت لو معاك جيوكريس لازم تصبر عليه. ودول دي اهم العناصر من ارسنال. ولو عايز تجيب عنصر من ليدز فانا بقول لك بصراحه ما تجيبش في الماتش ده خالص، علشان ارسنال هيكتسح الماتش ده، وانا متوقع الارسنال يكسب بنتيجه كبيره وبتحقيق الكلين شيت. ونيجي للماتش اللي بعده هو كريستال بالاس ونوتنجهام فورست. اهم اللاعبين من كريستال بالاس لازم يكونوا معاك. اول لاعب هو ماتيتا، انا شايف الماتيتا هيبقى عنصر كويس جدا الماتش ده. وتاني لاعب هو اللي في خط الدفاع، لو عايز تجيب حد منهم هو منوز، انا شايف اللاعب بيتقدم جدا وبيهاجم جدا وممكن يعمل حاجه. ولو عايز تجيب حد من الوسط فممكن تجيب ايزي، صفقه هتبقى صفقه ليك كويسه جدا في الفانتسي، وانا شايف انت لازم يكون حد معاك من كريستال بالاس. ولو عايز تجيب حد من نوتنجهام فورست فممكن تجيب يا اما كريس وود يا اما جيبس وايت، انا شايف دول افضل عنصرين عندهم. وممكن تجيب يعني اندرسون عمل اسيست الماتش اللي فات، وبصراحه انا بتوقع الماتش ده يخلص لكريستال بالاس بس مش بتحقيق الكلين شيت. ونيجي للماتش اللي بعده ايفرتون وبرايتون. انا شايف بصراحه الايفرتون فريق مستوى ضعيف جدا بعد ما اتعاد خسر قدام ليدز بخطا تروفيسكي اللاعب صراحه اللي ندمني اللي انا كنت جايبه في تشكيلتي. وكمان ايفرتون بقى فريق ضعيف جدا، فانت لازم تجيب لعيبه من برايتون، واكيد لازم تجيب اللاعب اللي في تشكيلتي الجوله اللي فات هو راوتر. انا شايف الراوتر عنصر هجومي جدا، وكمان تحصل على ضربه جزاء الماتش اللي فات ولازم يكون معاه. ولو عايز تجيب حد كمان فممكن تجيب ميتوما، انا شايف سواء بعيد عن الجون، بس لو عايز تجيب حد ريسك فممكن تجيب ميتوما. ولو عايز تجيب حد من ايفرتون فلحد دلوقتي ما عندهمش اي عنصر هجومي، ممكن تجيب جريلش. انا شايف جريلش نازل عمل اداء كويس فممكن يكون معاك جريلش لو عايز تجيب حد ديفرنشال من ايفرتون. ومتوقع الماتش هيخلص لصالح برايتون بس مش بتحقيق الكلين شيت. ونيجي بقى للماتش اللي بعده ماتش مانشستر يونايتد وفولهام. انا شايف الماتش ده هيكون كويس جدا لو عايز تجيب لاعبين من يونايتد، واهم لاعبين من يونايتد لازم يكونوا معاك هو يا اما تجيب امبيمبو يا اما كونيا. انا شايف انت لازم يكون معاك واحد فيهم. ولو عايز كمان عنصر ديفرنشال فممكن تجيب برونو، انا شايف البرونو عنصر كويس جدا. ولو عايز تجيب سيسكو برضو عنصر كويس جدا. وفي الدفاع لو عايز تجيب دورجو هات، وانا شايف دول اهم عناصر من يونايتد. ولو عايز تجيب حد من فولهام فانا بتوقع لكن ممكن يعمل حاجه هو مهاجمهم منوز، هو ده اخطر لاعب عندهم، او ايوبي. انا شايف الماتش ده هيخلص يونايتد هو هيكسب كسبان كويس جدا بس مش بتحقيق الكلين شيت. ونيجي للماتش ختاما للبريمير ليج في الجوله الثانيه هو ماتش ليفربول ونيوكاسل. انا شايف الماتش ده بصراحه هيكون ماتش كويس جدا، هيكون فيه اهداف كبيره جدا. ولو عايز تجيب حد من ليفربول فانا برضو لسه بقول ان محمد صلاح هيكون عنصر كويس جدا هو وجاكبو، بس ما تجريش تجيب ايكاتيكي، لو معاك سيبه بس ما تجريش تجيبه على طول عشان هو ممكن يعني لو ايزاك جه ممكن يعني ما ينزلش اساسي. لو عايز تجيب عنصر كويس جدا من نيوكاسل فانا بعد ما حللت وشفت مين اخطر لاعب عندهم وقريب من المرمى هو جوردون. انا شايف ان جوردون بصراحه بيلعب في مركز راس حربه عشان عدم وجود مهاجم، وانا شايف ان جوردون هيكون عنصر كويس جدا. وانا متوقع المفاجاه لنيوكاسل هيكسب بس مش بتحقيق الكلين شيت. ونيجي بقى للكباتن، فقره الكباتن. اول حاجه الكباتن المضمونين، اول كابتن مضمون هو ايرلينج هالاند، انت ممكن تكابتنه عادي جدا. والكابتن الثاني المضمون هو محمد صلاح. والكابتن الثالث المضمون هو جيوكريس. انا شايف ان جيوكريس هيكون كابتنه مضمونه جدا وانت لازم يكون معاك جيوكريس في تشكيلتك. ونيجي بقى للكباتن الريسك. اول كابتن ريسك هو ادنجرو، انا شايف ان ادنجرو كابتنه ريسك جدا. وتاني كابتنه ريسك هو سيمينيو كابتنه ريسك جدا. وتالت كابتن ريسك هو ايفي نيلسون، ممكن تكابتن ايفي نيلسون او سيمينيو، انا شايف دول احسن ناس عندهم. ونيجي بقى للكابتن المجنون للجوله دي هو روجرز او واتكنز. انا شايف الواتكنز وروجرز هيكونوا الكابتن المجنون. وكده تبقى خلصت حلقتنا لنصايح الجوله الثانيه، ان شاء الله نتوقع كلها صح. فانت اللي عليك بقى تعمل لايك. سلام.